كلمه لا مش لقه، لا، ورغم انها حرفين بس الا انها ممكن تخسرك كل حاجه في حياتك في لحظه واحده. ومع انها ممكن تخسرك كل حاجه، لكن في المقابل ممكن جدا انك تكون في قمه السعاده. الشاب المصري حازم محمد واللي عنده 36 سنه قرر في لحظه وبسبب كتر الضغوط اللي عليه، الضغوط الحياتيه والمعيشيه اللي عليه، ان هو يطربق كل حاجه على دماغه. قال مش مهم طز في كل حاجه، طز في اي حد، المهم ان انا اكون مرتاح. حازم بيشتغل من وقت ما اتخرج من الكليه من حوالي 15 سنه في مصنع كبير للبلاستيك، وكان من اشطر وانبه العمال اللي موجودين في المصنع ده. راجل بيحب الشغلانه، راجل معجون بحب الشغلانه، بحب الشغل في حد ذاته يعني. حقق تميز كبير جدا في المصنع ده، كان واحد من اهم العمال الموجودين في المصنع، لكن للاسف ما كانش دايما مهتم بحته التقدير المادي، يعني كان سايب دايما الموضوع ده للمدير. وطبعا المدير شويه يزودوا شويه يكافئوا شويه ما يكافئوش، لان حازم ما بيفتحش بقه، ما بيعترضش، ما بيقولش لا، ما بيقولش ده حقي، طب انا ليه ما زدتش، طب انا ليه كذا، طب انا ليه كذا. فالراجل كان بيشتغل بمنتهى الاخلاص والتفاني، والمصنع كان اوقات يكافئوا واوقات كتير جدا ما يكافئوش. حتى في الزياده السنويه اللي هي بتبقى 10% المتعارف عليها، يعني كانوا سنه يدوله سنه ما يدولوش، سنه يدوله 5%، والراجل ما بيتكلمش وصامت وصابر. على الناحيه الشخصيه بقى، في الحياه الشخصيه بتاعت حازم، كان خاطب واحده بنت بيحبها جدا، جارته، وبينهم قصه حب من هم وعيال صغيره، يعني زي معظم الاحياء الشعبيه، هم من حي شعبي في القاهره، بيحبوا بعض من هم صغيرين، ومعروف ان حازم لفلانه. طيب راح اتقدم وكل حاجه هو واسرته، ولاحظ ان والد البنت اللي بيحبها مش موافق قوي على الجواز، يعني كان بيتطلع ان بنته تتجوز حد اتقل ماديا شويه، اجتماعيا افضل شويه، بس يعني في الاخر النصيب. الراجل وافق والد البنت، لكن عجز حازم بطلبات تعجيزيه في قمه الصعوبه، لا تتناسب لا مع الدخل بتاع حازم ولا وظيفته، ولا مع اصلا مستوى الراجل الاب اللي هو بيطلب الطلبات دي كلها. يعني انت عايز تحقق احلامك في بنتك على حساب انا؟ ما انا زي كنت عارف وضعي، لا انا عايز كذا وعايزين كذا، وقعد يتشرط عليه بشروط كده معينه تفصيليه، حاجه غريبه. عايزين شقه في الحته الفلانيه، الشقه لازم تكون ملك، الشقه مش عارف عايزين ذهب بكذا، عايزين كذا، عايزين كذا، طلبات غريبه جدا لا تتناسب مع الوضع لا بتاع ده ولا بتاع دول. بس رغم كده حازم عشان بيحب البنت وافق وتمام، وحتى كان بيحاول يقول للبنت طب ما تحاولي يعني اضغطي شويه على والدك، انا مش قادر، يعني انا مش عارف الاحق، معلش حاول وما اعرفش ما كانتش بتاخد موقف ايجابي قوي، يعني بتحبه كل حاجه بس ما خدتش موقف ايجابي مع والدها. بتستمر الحياه. ليه واحد صديق عزيز جدا جدا عليه، كان حازم لو راجع من الشغل مثلا الساعه 10 بالليل، وصديقه ده عايز ينزل يقعد على القهوه لان صديقه مخنوق، يجي حازم على نفسه وينزل معاه القهوه ويقعدوا في القهوه وبتاع. جه في مرحله، في لحظه من اللحظات، بيقول انا حاسس اني عايز انفجر، هو كلهم جايين عليا ليه كده؟ هي الدنيا دايسه على وشي قوي ليه كده؟ هو كله كده تهزيته. اللي زود كمان اكتر واكتر انه لقى ان المدير جاب موظفين او عمال جداد واداهم مرتب اكتر من اللي بيديه حازم اللي بقاله 15 سنه في الشغل. ده اللي هو القشه التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، يعني الحاجه اللي خلته ينفجر. فراح للمدير قال له انا عايز زياده كذا كذا كذا. راح المدير قال له لا مالكش زياده وبتاع، انت من انت طلع لك صوت؟ قال له طلع لي صوت من دلوقتي، انت مدي العمال الجداد مرتب اكتر من مرتبي، وانا ظروفي بقت ضغط عليا في الظروف اللي احنا، الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده، الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه. قال له لا مالكش عندي زياده، تمام، وانا مش مكمل في الشغل، هتمشي؟ همشي. ساب الشغل ومشي. كلم خطيبته عايز اقابل والدك، راح قابل والدها، قال له انت ضغطت عليا بكذا كذا كذا، انا مش هقدر اجيب كل الكلام ده، انت حاطط لي شروط تعجيزيه كانك بتطفشني، انا مش هعرف اعمل. قال له طب ما انت وافقت. قال له وافقت بس لما جيت راجعت نفسي لقيت نفسي مش هقدر اعمل ده، والسنين عماله تمر من عمرنا، احنا مخطوبين بقى لنا 4 سنين، هنتجوز امتى؟ من فضلك انا امكانياتي 1 2 3، موافق ولا مش؟ قال لا مش موافق. قال له خلاص وانا مش هتمم بالجوازه دي. وفسخ الخطوبه بتاعته مع خطيبته. صاحبه جه بيقول له في مره تعالى معايا مشوار، انت مش عندك بكره اجازه وبتاع؟ قال له لا. قال له ليه؟ مش انت سبت الشغل وعندك؟ قال له عايز ايه يعني؟ قال له تعالى معايا عايزين نروح مشوار كذا كذا، عايز اروح العب ماتش كوره في حته كده. قال له انت عايزني اتلحلح من مكاني واجي معاك اسافر بلد عشان تلعب ماتش كوره؟ لا لا مش جاي. قال له لا وما راحش. وشبه خسر صاحبه ابو دماغ صغيره يعني، خسره عشان خاطر ما راحش يلعب مع ماتش كوره. بيقول انا حسيت ان انا ارتحت رغم ان انا خسرت كل حاجه تقريبا. انا عارف ان ربنا هيكرمني وهلاقي شغل جديد في مصنع تاني، انا راجل عندي خبره 15 سنه، وعارف ان ربنا لو البنت اللي بحبها دي من نصيبي هيجيبها لي حتى غصبا عن عين ابوها، او يجيب لي غيرها واكون برضه راضي بيها ومقتنع بيها. وعارف ان ربنا هيعوضني بكذا صديق تاني يكونوا حاسين يكون عندهم دم.
بس انا اكتشفت يا استاذ ان الواحد بيضيع من عمره كتير قوي لما بيستجيب مع اوضاع واشكال ومع ناس مش شبهه ولا زيه، لمجرد انه بيستخسر وبيستتقل على لسانه يقول كلمة لا. لما تمشي من علاقة بتتعبك ما بتبقاش غلطان، لما تبطل تعمل حاجة مش مريحاك ما بتبقاش غلطان، لما تقول لا او مش هينفع او مش مقتنع لانك مش مستريح ما تبقاش غلطان. عمرك ما هتبقى غلطان لما تختار راحتك النفسية اولوية. الخطوة او التصرف او العلاقة اللي مش هيفرقوا معاك نفسيا بالايجاب يبقى قلتهم احسن منهم. كتير من العمر ضاع وبيضيع وهيضيع لما بتحط راحتك مرتبة تانية بعد راحة الناس، ولما بتقول ايوه وحاضر في اللحظة اللي ما كانش يليق بيها غير كلمة لا.